مساء الخير للجميع، يسعد مساكم يا رب، واهلا وسهلا فيكم. حضوركم نحن سعيدين كثير. هلا انا في مجموعه من الاعمال جايبه، اعمال تصوير زيتي واكريليك واعمال نحتيه. هلا الاعمال الموجوده بالمعرض هي اعمال قديمه واعمال حديثه. هلا تجربتي انا من الاول اشتغلت بكل المراحل يعني والمدارس تقريبا، كان واقعي، تعبيري، سريالي. جربت كل هاي المراحل حتى يعني اخذت نمط معين اللي هو التعبيري. هلا شو هو التعبيري؟ مثلا بيسالوا انه في ناس هون شعراء في كتاب او عاديين ما بيعرفوا شو التعبير. التعبيري هو ما يملي عليك يعني اعماقك. مثلا انت شو بتحب تعبر؟ بيجوز يكون شاعر يعبر بالشعر، ممثل يعبر بفكرة درامية تراجيدية ما بعرف شو يسموها. أما الفنان فبيكون قدامه هذه القماشة البيضاء وبيرسم عليها الشغلات اللي بتملي عليها أعماقه. هلا الفن هو لغة عالمية، يعني أي حدا في العالم ممكن يفهم اللوحة الموجودة، حتى لو كان الشخص اكيد هي لغه كمان مو بس عالميه بصريه حسيه، يعني بيتذوقها الانسان، بيشوفها. ممكن يكون ما بيسمع بس بيشوفها، بيترجمها لشيء هو اللي بيشعر فيه. هي بالنسبه للتعبيري كمان اقوى، تعبيري الشعر نفسه اقوى من الانماط الثانيه اللي بتكون. في مجموعه من الاعمال القديمه وفي مجموعه حديثه وفي الأعمال النحتية كلها قديمة، بس حاليا عم أشتغل بالتصوير وبالرسم. هلا بالنسبة للأعمال كمان بالأزمة السورية خلونا نحكي شيء. الأزمة السورية خرجت نزعة سورية، يعني كان قبل كلياتنا طفحنا عربي وبعدنا عربي وكذا. في كثير من الأعمال الفنية أو الشعرية أو الأدبية خرجت تعود إلى السورية، الذات السورية. يعني تعبونا كثير العرب. من جملة هذا التأثير، يعني أنا لاحظت أن مفيدة تأثرت، الفنانة مفيدة تأثرت. هذه اللوحة هاي ممكن تحكي لنا عنها شيء؟ هي اللوحة هاي فيها عودة إلى الهوية الذات السورية العميقة. تحكي لنا عنها شيء؟ تفضلوا. بس برحب كمان بضيوفي، أهلا وسهلا فيكم. هلا اللوحات اللي عندي أنا كل لوحة إلى اسم. هلا مثلا اللوحة اللي عم يحكي عنها الأستاذ كريم، هذه اللوحة اسمها هدية سوريا للعالم. شو هي هدية سوريا للعالم؟ أوغاري. فمن قديم الزمان سوريا هدت للعالم شيء وظل لحد الآن، نحن عم نشتغل الحضارات اللي اجت وعم تستمر. الأشياء اللي صارت بسوريا كلها بتدل على الحضارات اللي كانت وما زالت، يعني نسج جيل متأصل وقوي، يعني بيحس بهاي الشغلات وبيترجمها. هلا هدية سوريا للعالم قلنا انه هي الأبجدية، أول أبجدية في العالم. تخيلوا شو هدت سوريا للعالم، مش العالم هدى لسوريا، شو هدالنا العالم؟ يعني مأساة، هدالنا الذل، هدالنا يعني شو هذا الشيء؟ تخيل. هلا نحن